لقد قبلت. مبروك. أنت الآن حارس الليل الجديد في الأهرامات. احفظ القواعد جيدا لتحافظ على حياتك، وأهمهم القاعدة الأخيرة. وظيفتك تبدأ من غروب الشمس وتنتهي مع أول شعاع فجر. القاعدة الأولى: ستسمع أصواتاً كأنها نقرات باردة ومعدنية على الحجر. إذا سمعت 3 نقرات متتالية، شغل الراديو فوراً على التردد 119.5. لا تغير المحطة أبداً حتى لو سمعت صوتك يتحدث من خلاله. القاعدة الثانية: لا تستخدم كشافاً قوياً داخل الممرات. الضوء الساطع يجذب ما لا ينبغي لك رؤيته، يكفي ضوء هاتفك الخافت. القاعدة الثالثة: ستسمع رنيناً كأجراس نحاسية خافتة عند السنابل. تجاهل هذا الصوت بالكامل. القاعدة الرابعة: إذا رأيت أي من الأبواب الحجرية القديمة مفتوحاً بشق إصبع، ابتعد، لا تقترب. القاعدة الخامسة: ابتداء من منتصف الليل لا يمكنك مغادرة محيط الهرم الأكبر، وأبداً لا تنظر أبداً إلى تمثال أبي الهول. أبو الهول لا يحرس. القاعدة الأخيرة: إذا شعرت بهزة مفاجئة وعنيفة في الرمال، أو سمعت اسمك ينادى بنبرة مألوفة جدا، لا تجب. لا تجب أبدا. اقطع جولتك وتوقف عن المشي فورا، ولا تنظر إلى الخلف أبدا.